رحبوا معايا بالزميل العزيز احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. استاذ احمد، مساء الفل عليك. مساء الفل كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. استعدادات نادي الزمالك للزياره المرتقبه من مجلس اداره النادي الاهلي، وكيف كان وقعها على اعضاء نادي الزمالك، الزياره اللي احنا افتقدناها منذ سنوات طويله سواء من هنا او من هنا. بص يا كابتن، هو اعتقد ان ده اللي المفروض كان يحصل من زمان. ولو رجعنا للتاريخ العلاقه بين كابتن محمد حسن حلمي زموره وبين كابتن صالح سليم، نعم، وليهم صور كتير في منتهى الود، وكذلك اللعيبه، كذلك الاعضاء، كذلك المشجعين نفسهم. نعم، احنا عائلاتنا بتلاقي اخ اهلاوي واخ زملكاوي، فاعتقد ان الامور المفروض يعني ترجع لنصابها الطبيعي جدا، ان التنافس الرياضي ملوش اي علاقه بالعلاقات الشخصيه ولا الاجتماعيه. صحيح. فاهلا وسهلا طبعا كابتن خطيب يشرف، ومجلس اداره النادي الاهلي كله يشرفنا بكره، واعتقد ان ده يعني بدايه الرجوع للطريق الصحيح باذن الله في العلاقه بين كل الانديه. هل ننتظر رد الزياره من مجلس اداره نادي الزمالك؟ اعتقد لو تم توجيه الدعوه طبعا يسعدنا ويشرفنا، مفيش اي مشكله. اعتقد المجلس يسعده ويشرفه انه يتم توجيه الدعوه وتبادل الزيارات بدون اي حساسيات ولا اي مشاكل يعني. شيء جميل وشيء محترم جدا. النهارده كان هناك جلسه لمجلس اداره نادي الزمالك، اهم القرارات. هو في قرار خاص بفريق 2009 طبعا، مجلس استنكر ما حدث من الولاده، هم طبعا ولاد صغيرين واكيد يعني متحمسين، ولكن برضه ده ضد مبادئ نادي الزمالك. نعم. فكره الاحتفال بشكل يمكن يضايق الفريق المنافس، لان الرياضه برضه تنافس، لازم الولاد الصغيرين يتعلموا طبعا ان اللي بيحصل جوه الملعب ينتهي جوه الملعب يعني. نعم. ثانيا بالنسبه للعضو مرتضى احمد منصور، ده وفقا للمادتين اللي تم ذكرهم. نعم. في شروط للعضويه، في شروط للاسقاط العضويه. نعم. فانطبقت شروط اسقاط العضويه عليه وتم اتخاذ القرار. ولو هو حب يلجا طبعا لاي درجات تقاضي معينه، ده من حقه، والقانون يكفل لجميع طبعا كل حقه تماما. بالظبط. نعم. يعني نعم. وما عدا ذلك المحترف الامريكي انتوني سالا محتاج تدعيم. نعم. اعتماد عقد الجهاز الفني ده طبعا طبيعي جدا. قرار الاوقاف، وما اعتقد ما عدا ذلك من قرارات يعني كلها واضحه مش محتاجه توضيح يعني. قرار الاوقاف اللي هو تسويه مش تسويه بس، يعني في ان شاء الله محاولات مع الاوقاف، والامور ماشيه بشكل كويس جدا، والناس صراحه ابدوا تعاون، لان طبعا يعني من اهم الاصول العقاريه لنادي الزمالك هو فرع ميت عقبه. نعم. والامور تعطلت كثيرا في الفترات السابقه، ودلوقتي ان شاء الله يعني في طريقها للحل. طيب، عموما اخبار ان شاء الله تكون في صالح نادي الزمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون زياره موفقه والامور تسير بشكل جيد. الزميل العزيز احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا.